السلام عليكم. معكم طارق عزيزي. اليوم غادي نشرح لكم لو ديرنيير جور دان كونداني بالعربيه وبالدارجه، ناس ديال بروميير اني. اذا بلا ما نطول عليكم هاد الدراري، كتبدا هاد الروايه من واحد السجن سميتو بيساف. المتهم كتكون عنده واحد الفكره ديال الموت، كيكون مهووس بها. يقوم اولا بمقارنه الماضي ديالو بالحاضر. الماضي ديالو كان عنده واحد الرمز ديال النشاط والحريه، اما الحاضر فهو رمز للسجن والوحده والمعاناه. فكره واحده هي اللي كتبقى، اللي هي الموت. اما المستقبل فلا مجال للحديث عنه. المستقبل كيعني ليه الموت، أو ما بقى الموت إلا أيام قليلة. بعدها سيتذكر الحاكي أيام محاكمة ثلاث، وقع سماع الحكم بالإعدام عليه. المتهم فضل الكتابة لعل الكتابة تؤثر على العالم وتمنع من الإعدام. عنده واحد الآمال في التغيير وآمال في العفو. كيفكر في الأهل ديالو، كيزيد الغضب ديالو، وما زاد الغضب ديالو هو زيارة الابنة ديالو التي لم تتعرف عليه. فاش قرب موعد ديال الإعدام ديالو تم نقل المتهم إلى سجن آخر، ومنه إلى الثالث. في إحدى زنازل هذه المحكمة كيتعرف المتهم على واحد الشخص كان محكوم عليه بالأعمال الشاقة سابقا. هذا الشخص غادي يحكي لي القصة ديالو مع الواقع، لأكد ليه فيها أن الإجرام لا يأتي من الفرد بل يأتي من المجتمع. المجتمع هو اللي كيظلم، الفقراء وكيحكم مسبقا على الضعفاء. وفي الأخير المتهم غادي ينتقل إلى منصة الإعدام، غادي يطلب 5 دقائق لعل العفو يأتي. بدأ الأمل يتضاءل، بدأ غيظه من الجمهور الذي أتى ليشاهد الإعدام. جمهور متعطش لرؤية الدماء، كيطلب دقيقة واحدة أخرى، لكن دقت الساعة 4 ولكم أن تتخيلوا النهاية. إذا دابا نجيو لتحليل الرواية. كيحكي الكاتب الأيام الأخيرة ديال واحد الشخص كان محكوم عليه بالإعدام. ما عطاناش فيكتور هيغو معلومات إضافية على هذا المتهم. لا نعرف اسمه، لا نعرف التهمة التي حكم بسببها. ما نعرف أنه شاب متزوج، له أم وزوجة وبنت صغيرة اسمها ماري. بماذا هذا التستر عن هوية المتهم؟ هناك أسباب عديدة، أهمها أن الكاتب أراد أن يجعل كتابه عالميا، لا مرتبطا بإنسان معين أو بتهمة معينة. الكاتب لا يحاول عن الدفاع بالمتهم بقدر ما يحاول المساهمة في منع عقوبة الإعدام. هذا النص كيثير العاطفة ديال القارئ من خلال التركيز على المعاناة ديال العائلة بعد وفاة المتهم. هذا الأخير سيترك وراءه 3 أشخاص بدون حماية، أم وزوجة وبنت صغيرة. بون شانس لكاع بنات ولاد الليس.